مصرية، حدوتة مصرية. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم مره جديده وحدوته مصريه. ما زلنا مع حضراتكم واحتفال مصر يعني بالعام الثاني على وجود قناه السويس الجديده على ارض مصر. يعني كل مصري تقريبا يعني بهذه الروح الجميله في وقت قياسي جدا شارك في ان يكون هذا المنتج وهذه الرساله او الهديه الى العالم موجوده على ارض مصر. يعني ازدواج قناه السويس او قناه السويس الجديده، الفن التشكيلي أيضا مشاهدينا الكرام يتأثر ويشارك في هذا الاحتفاء بقناة السويس الجديدة. في هذا اللقاء بنسعد أن يكون ضيفنا هو الفنان التشكيلي والناقد الأستاذ محمود الببلاوي. أستاذ محمود، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. كل سنة وحضرتك بخير، وكل مصر يعني بخير إن شاء الله، وكل العالم يشاركنا هذه الفرحة اللي بنتمنى إن شاء الله تكرار نماذج النجاح فيها في وقت قياسي على أرض مصر مرة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله إحنا كمصريين كلنا إن شاء الله نكون بخير، والأمة العربية كلها تكون بخير، والعالم الإسلامي كله يكون بخير إن شاء الله. خليني أبدأ مع حضرتك وفكرة قناة السويس وتجسيد يعني هذا الحدث يعني بالفن التشكيلي. المشاركة متى بدأت وحتى هذه اللحظة أهم الإنتاجات فيها؟ هو في الحقيقة بالنسبة للفن التشكيلي لابد أنه هو يكون مصاحب لأي احتفالات قومية أو أي احتفالات اجتماعية، على أساس الفن التشكيلي هو خير من يعبر عن الأحاسيس، نعم، وخير من يعبر عن الواقع. فإحنا كوقعنا الجميل المجيد إنشاء قناة السويس الجديدة إلى جانب القناة السويس اللي هي موجودة من الأول. طبعا كان لابد الفن التشكيلي يكون له دور كبير في التعبير عن أحاسيس الشعب المصري وعن الفنان المصري، نعم، في إظهار يعني المقاومات العظيمة لقناة السويس. فطبعا كان تعبيرنا كله عن طريق اللوحة، سواء إذا كانت اللوحة المرسومة أو برضه عن طريق التمثال أو عن طريق الميديا. برضه عندنا برضه تعتبر فيها الفن التشكيلي زي فن الجرافيك. فلابد الفنون كلها تجتمع في ان هي تكون مشاركه في الناحيه القوميه، على اساس دايما ان الفنون هي يعني ابسط واسهل وسيله ان احنا نوصل بيها النهضه بتاعتنا والثقافه بتاعتنا للعالم كله. الصوره يمكن ابسط شيء الواحد بيفهمه، وكل الثقافات المختلفه بتفهمها. يعني مهما كان ثقافه الواحد، اذا كانت ثقافته لسه يعني بادئه او ثقافته متوسطه او ثقافته متقدمه، فالكل بيحاكي اللوحة التشكيلية أو الصورة. هناك من يقول أن الفن التشكيلي لا يحتاج إلى ترجمة، يعني ربما هي لغة عالمية تقريبا. يعني إذا إنسان بيشوف لوحة هو ما يعرفش العربية يقدر يشوف اللوحة، وهو يعني أيا كانت لغته. يعني ما هي حضرتك هي لوحة محسوسة أساسا. أنا بحسها بإحساسي وبحسها بفكري. يعني أنا ممكن بشوف مشهد معين أنجذب ليه، أعيش فيه بحياتي، أعيش فيه بشخصيتي بفكري، وبيوديني لعالم اخر تاني خالص في الحقيقه. فهي في الحقيقه يعني ابسط وسيله واسهل وسيله انها توصل للشق النفسي. يمكن في لقاء سبق يعني شفنا بعض اللوحات ونماذج رائعه. خليني اعرف شكل المشاركات استاذ محمود بتاعت حضرتك في يعني هذه الاحتفاليه وقناه السويس تحديدا. انا في الحقيقه كان المفروض ان انا اعمل معرض خاص ليا في قناه السويس، بس بالنسبه لظروف الاحتفالات وتزاحمها فعملت اشتركت في معرض جماعي في قناه السويس، وكان ليا برضه مجموعه لوحات اكتر. كان افتتح المعرض السيد الفريق مهاب مميش، كان يوم 26 يوليو، وكان فيه في الحقيقه حضور جميل جدا من الفنانين التشكيليين المصريين بصفه عامه من كل الاقاليم كانوا مشاركين. بجانب فناني القناه، يعني فناني الاسماعيليه والسويس وبورسعيد برضو كان ليهم برضو الشق الاكبر، واحنا برضو فنانين القاهره مشاركين معاهم، ومن بعض المحافظات المختلفه في الحقيقه. فكان جمع جميل جدا في الحقيقه من الفناني جمهوريه مصر العربيه كلها. نعم. فكل واحد شارك بلوحته حسب طبعا انفعاله مع القناه وتفاعله معاها، حسب تعبيره الفني، حسب مدارسه الفنيه اللي هو فيها. ودي برضو كان فيها تبادل خبرات بين الفنانين التشكيليين. يعني عندي في عنصر التأثير والتأثر، ازاي ان انا اشوف اللوحة بتاعتي اشوفها وغيري يشوفها، واشوف لوحة غيري وممكن الاقيه عامل حاجة بتلمس احساس بتعجبني اخد منها واضيف لوحته برضه. هو بالتالي برضه ممكن ياخد من عنده يضيف لوحته، فبيطلع ابداع جديد، بيطلع عمل جديد. ما هو الابداع عبارة عن ايه؟ ان انا بشوف عامل امامي واحسه كويس ويعجبني حاجة فيه، باخد منه جزء واضيف عليه واحط اللي هي المكونات بتاعتي. نعم. يمكن نشوف على الشاشه حضرتك ممكن يعني شيء من في الحاله دي انا اخذت البيئه الشعبيه
اللي هي المحيطه بقناه السويس. انا طبعا انا بشوف في الحقيقه العالم اللي انا عايش فيه بشوف الاول كرؤيه عامه وبحكيه، وبعد كده استوعبه انا واكسر كل معالمه وابدا يعني اعاده صياغته من جديد بصيغه فنيه جديده حسب مفهومي انا وحسب احساسي انا. نعم. وحسب اللي انا عايزه يكون موجود فيه، وحسب ان هو يديني لوحه فنيه جميله كل واحد يشوفها يحس ان هو بيشوف عمل فني لاول مره. هل بتختار عناوين للاعمال يا استاذ محمود، ولا بتسيبها للجمهور او المتابع هنا او المستقبل؟ هو حضرتك في احيانا بنختار عنوان للعمل لما يكون العمل بيحكي لي شيء معين. نعم. وبظهر الشيء ده فبختار عنوان للعمل. انما معظم اعمالي في الحقيقه انا ما بختارش عنوان للعمل. انا ليه؟ مش عايز اقيد المشاهد. انا عايز اشوف المشاهد يشوف ايه اللي موجود في اللوحه، ايه اللي هيوصله، ايه اللي يوصل له. ممكن يوصل لحاجات انا نفسي مش في دماغي خالص وانا برسم اللوحه. نعم. هل في مثلا رسائل او توضيح للمشاهد هنا؟ طبعا. اللوحه دي في الحقيقه اللي هو الشخص المصري، الجندي المصري العملاق وماشي في الطريق بتاعه في الحقيقه، واخد انا برضو الناحيه برضو الموتيفه الشعبيه مع موتيفه الاشخاص التجريديه في الحقيقه. نعم. بالشكل اللي انا شايفه مع ترابط العناصر اللي هي موجوده في اللوحه مع بعضها. نعم. مع خدمه اللون بتاعي اللي انا دلوقتي طبعا بحارب في سينا، في خدمه اللون بتاعي برضو بيخدرني الموضوع بتاعي. هنا برضه حضرتك انا خدت البيئه الشعبيه مع جزئيه من قناه السويس، مع سفينه قناه السويس مع البيئه الشعبيه برضه في الحقيقه انا ربطتهم مع بعض. وبعدين برضه عندي المعالجه باللون دي مهمه جدا في الحقيقه. وبعدين زي ما قلت لحضرتك انا بعمل لوحه بحيث ان المشاهد بيشوفها، لو جه مشاهد تاني بيشوفها بيشوف غير اللي شافه المشاهد الاول. نعم. غير ما انا كنت باحساسي انا وانا بعبر عن اللوحه. هنا تدخل المراكب ولا؟ هنا في الحقيقه دي كانت عن برضه يعني ربطت في الحقيقه قناه السويس الميه بصفه عامه يعني بنهر النيل يعني وكده. فانا عملت مجموعه مراكب من النيل في اللي هي في تكوين مترابط متماسك مع بعضه ككتله، واخدت الخطوط اللي هي الطوليه مع الخطوط اللي هي العرضيه معاها مع اللون، بحيث ان انا بعمل القوه بتاعت النيل من خلال السفن والمراكب بتاعتها. وبقى احنا عندنا دلوقتي في قضيه مهمه جدا، قضيه الميه، قضيه النيل في الحقيقه. جميل طبعا. هنا برضه يعني عن قناه السويس في الحقيقه مجموعه مراكب وسفن بشكل تجريدي بالشكل اللي انا شايفه يعني. نعم. في الحقيقه الحدث نفسه او فكره افتتاح قناه السويس الجديده اثر في يعني عدد الاعمال استاذ محمود، وفكره ان هو يبقى في معرض خاص لها وكذا؟ والله هي قناه السويس الجديده على اساس ان احنا معاصرينها. نعم. ومعاصرينها في ظروف صعبه جدا في الحقيقه اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، فحسينا بيها. حكايه حضرتك لما تحس بالشيء. نعم. بتتفاعل معاه بصدق وبقوه. فاحنا تفاعلنا مع القناه الجديده فعلا بصدق وبقوه، عشان احنا عايزين نثبت وجودنا قدام العالم كله. عايزين نقول احنا عندنا قناه ثانيه، قناه كبيره، وسعنا قناتنا، عايزين ننمي الاقتصاد بتاعنا. يعني عايزين في الحقيقه نهضه كبيره قوي. طيب حدود المشاركه للوحات، يعني هنا معارض داخل مصر ولا في يعني وسائط اخرى وصلت اللوحات دي الى العالم؟ حضرتك دلوقتي بالنسبه للميديا والفيسبوك والجوجل والحاجات دي كلها في الحقيقه دي في الحقيقه وصلتنا بالعالم كله. يعني انا بيراسلني من جميع دول العالم. انا بحط لوحاتي مثلا على الفيسبوك او على بعض المواقع بتوصل العالم كله، والاقيهم كل العالم بيراسلوني. يعني انا بعتقد لما بحط لوحتي بحطها في معرض في العالم كله في الحقيقه. والحمد لله بالنسبه على اساس ان انا بشتغل بالاسلوب اللي هو المودرن ارت، فده برضو يعني بيكون فيه تفاعل معايا ومع الفن العالمي يعني. نعم. خلينا ايضا نذهب، قلت استاذ محمود من اسابيع والاسابيع الماضيه كان في مشاركات، ربما معرض فناني شمال سيناء ومعرض قناه السويس. ماذا عن المشاركات الاخيره في الشهور الماضيه بالنسبه للمعرض الفني التشكيلي؟ في الحقيقة احنا من حوالي يمكن من اسبوعين ل20 يوم كده عملنا معرض كبير جدا لفنان شمال سيناء. في الفنان مصطفى بكير اللي هو فنان شمال سيناء الكبير، قابل معالي وزير الثقافة وقال له في الحقيقة فنان شمال سيناء في الحقيقة يعني بالنسبة لظروفهم الصعبة جدا
فيعني على ما يبدو ان هم يعتبروا شبه توقفوا عن الفن في الحقيقه، فعايزين برضو ان هم يبقى في حركه فنيه وانه يشاركوا في الحركه الفنيه. وشايفين هنا في القاهره الحركه الفنيه ليه في الحقيقه توقفوا يعني نعم ليه؟ على اساس حضرتك الظروف الموجودين فيها في سينا. نعم ظروف صعبه جدا في الحقيقه. وبعدين ليه الفنان بالذات يعني الفنان بيحس يعني باحساسه بيكون شديد شويه في الحقيقه. المهم فمعالي وزير الثقافه يعني استجاب في الحقيقه ان هو لازم يعمل معرض فنان شمال سيناء. معرض فناني شمال سيناء. كم اتعمل في شمال سيناء؟ لا، اتعمل حضرتك هنا في الهناجر في الاوبرا. نعم. ما هو في الحقيقه عشان الناحيه الامنيه ما نقدرش نعمل معرض في سيناء وفي جماهير. فحضرتك اتعمل في الهناجر في الاوبرا. المشاركه بقى كانت من فناني شمال سيناء، من 7 فنانين من شمال سيناء، وانا في الحقيقه كنت فنان منهم على اساس برضه انا بمثل فن تشكيل عن شمال سيناء، لان انا تعايشت معاهم فتره طويله في الحقيقه هناك وليا مكان اقامه هناك عندهم. وعملت ورش عمل كتير في اصول الثقافه في قصر الثقافه هناك. وليها تفاعل في سينا وعملت معاهم. كان اهم لوحات كانت يعني رسائل من خلالها او كانت بتحكي ايه؟ طبعا بتحكي احداث سينا اللي موجوده دلوقتي، وان احنا بنقول برضو يعني ان احنا عايزين يعني الفن يقربنا في الحقيقه من الاحداث الموجوده في سينا ويعبر عن الاحداث الموجوده. الى جانب طبعا انا لما بعمل فن في سينا طبعا الناس هناك في حضرتك بالنسبه لظروفهم النفسيه فتلاقيها فيها برضو يعني فيها انفعال شديد يعني وكده وظروفهم صعبه شويه. انا لما بعمل لوحه فنيه واخلي فنان سينا او جمهور سينا بالاخص شمال سينا اللي انا موجود فيها يشوف الصوره ويتفاعل معها ويعيش فيها ويطلع من الجو اللي هو فيه، فدخل حاله نفسيه تانية خالص. ده يعتبر علاج نفسي برضه حضرتك في الحقيقه وبهدي نفسيته. ردود الافعال هنا يعني بعد المعرض، ويعني الوزير رد قال ايه، وايه الخطوه القادمه لفناني شمال سيناء؟ والله بالنسبه لمعالي الوزير في الحقيقه كان شعوره طيب جدا جدا في الحقيقه، وادانا دفعه ممتازه على اساس ان المعرض هيلف جميع محافظات مصر وهيسافر بعض دول بدءا من المانيا. فعلى اساس ان احنا برضه نوصل رسالتنا للعالم الخارجي. يعني الاول رسالتنا بنوصلها لداخل محافظاتنا داخل مصر. صحيح. بعد كده ننتقل للعالم الخارجي باذن الله. ودي رساله كويسه. قناه السويس يعني ماذا عنه ايضا؟ معرض قناه السويس الحقيقه ان هو ترابط الفنان المصري في كل المحافظات المصريه وتفاعله مع قناه السويس، وده برضه شيء طيب ان انا بربط مصر من اسكندريه لاسوان بالفن التشكيلي عن طريق ان انا بعبر عن احساسي عن قناه السويس، سواء اذا كانت قناه السويس الاساسيه او قناه السويس الجديده، وتفاعلوا معاها في الحقيقه. يعني وحضرتك بترسم عن قناه السويس او حتى هذه المعايشه اثناء وبعد الافتتاح وكذا، او حتى المعارض، اهم ما لفت نظرك استاذ محمود؟ والله اهم ما لفت نظري طبعا الاحساس الطيب والشعور الطيب بالنسبه لكل فنان تشكيلي موجود معايا، وكل متلقي موجود برضه حاضر المعرض بتاعي، والشعور الطيب والفرح والسرور اللي موجود في قلب كل واحد ان احنا بنعمل ثوره اقتصاديه كبيره اللي هي طبعا بدأناها في قناه السويس الجديده. الى جانب طبعا بعد كده هنشوف بعد كده المشروعات الجديده اللي هي تعمل على ضفاف القناه والانفاق اللي شغالين فيها دلوقتي، اللي هي بتوصل ما بين يعني اللي بتوصلنا ما بين منطقه مثلا بورسعيد والاسماعيليه والسويس بقطاع سيناء بصفه عامه يعني، والحاجات دي كلها، وتسهيل المواصلات اللي هناك عشان الوقت فيها انا بعاني دلوقتي مشكله المواصلات هناك الحقيقه، عشان العباره اتنقل فيها من هنا عشان اعدي لسيناء الناحيه الثانيه في الحقيقه صعب جدا جدا في الحقيقه، خصوصا ان كوبري السلام دلوقتي يعتبر متوقف. لكن في خطوات في الحقيقه ربما قريبا ان شاء الله باذن الله يتم الافتتاح وفكره الوصول من والى يعني تكون اسهل ان شاء الله في الايام القادمه باذن الله. احنا املنا في الحقيقه وعندنا اخبار كويسه ان شاء الله ان في يعني امل في الايام القادمه كويس جدا، وان شاء الله سينا في الايام الجايه ان شاء الله يكون افضل واحسن، وتبدا باذن الله فيها مشروعات التنميه. واحنا عايزين ننمي سينا، احنا لو نمينا سينا كويس وعملنا فيها مشروعات اقتصاديه كبيره في الحقيقه يعني اولا سينا ارض كبيره جدا فيها خامات طبيعيه ممتازه جدا، فيها محميات طبيعيه، فيها ميناء العريش
يعني سينا ممتازه في الحقيقه، بس احنا عايزين دلوقتي بنحاول نوفر الناحيه الامنيه فيها، وطالما توفرت الناحيه الامنيه يبقى الاقتصاد ان شاء الله هيمشي كويس والبناء هيمشي على طول. بالنسبه لدار عرض نفرتيتي، يمكن حضرتك قلت يعني ربما ده حدث يعني في الايام الماضيه ايضا، اهميه وجود مثل هذه الدار واللي ممكن تقدمه للفن التشكيلي. في الحقيقه برضه في نقطه مهمه جدا احب اقولها، ان انا عندي كليات الفنون، سواء كليه الفنون الجميله، الفنون التطبيقيه، كليه التربيه الفنيه، كليه التربيه النوعيه، وفي عندي برضه فنانين اللي هم التلقائيين والفنانين الهواه. انا عندي مجموعات فنانين كتيره جدا جدا في مصر في الحقيقه، يعني اعداد كبيره جدا. قاعات العرض عندي الرسميه الحكوميه قليله جدا على الفنانين. يعني في مثلا الفنان ممكن يقعد سنتين او اكتر من سنتين عشان يحجز لمعرض. وبعدين عندنا في الحقيقه المعارض الجماعيه برضو بيكون لها تاثير، يعني بالنسبه خصوصا الفنان اللي هو لسه الحديث، فبيعرض طبعا في المعارض الجماعيه الاول. عندي قاعات العرض القليله في الحقيقه، فانا فيها بعض مؤسسات وبعض جمعيات دلوقتي ابتدت تنشط ان هي تعمل قاعات خاصه ليها. القاعات دي يعني قاعات نشر الفن التشكيلي الى نشر الثقافه العامه، من سواء اذا كان موسيقى او شعر او طرب برضو بتشملها في الحقيقه. فانا بس بهتم بجزئيه المعارض. فالجمعيات الخاصه دي هي جمعيات لا تهدف للربح، وفي الحقيقه في رجال اعمال كويسين جدا في الحقيقه تفضلوا باقامه قاعات عرض مجانيه، فمن ضمنهم قاعه عرض تبع مؤسسه خاصه في الحقيقه مش عارف اقول اسمها ولا لا. نعم اتفضل. اللي هي اسمها مؤسسه الحسين الثقافيه. في الحقيقه عامل قاعه عرض فنون تشكيله ممتازه جدا في منطقه الحلميه، في ميدان الحلميه تقريبا في 45 شارع الشمس، ودي بتعرض فنانين تشكيليين بدون مقابل الحقيقه، وقاعه كبيره جدا وقاعه ممتازه. عمل فيها امبارح افتتاح المعرض، كان عباره عن مهرجان في الحقيقه، وحضروا يعني فنانين من يعني مختلف الاعمار الفنانين. يعني كنت انا مشرف على القاعه، يعني اخذت الفنانين اللي هم كبار الفنانين مع فنانين الوسط مع فنانين الشباب، على اساس اعمل تنوع ما بين الفن بتاعي وتواصل ما بين المراحل المختلفه. وبعدين برضه زي ما قلت لحضرتك عنصر التاثير والتاثر، ازاي الفنان الكبير بيأثر في الصغير، وازاي الفنان الصغير بيأثر في الوسط وفي الكبير، على اساس كل واحد حسب معلوماته. في معلومات الفنان الاولاني اللي هو الاكاديمي الكلاسيك، في معلومات الفنان الحديث اللي هو المودرن ارت والابستراكت وكده، في فنان اللي هو التلقائي في الحقيقه. زي ان انا بشجعه. فكان امبارح في الحقيقه احتفاليه كانت ممتازه جدا في الحقيقه في المؤسسه، وجنب الاحتفاليه دي في النهايه عملوا حفل ختامي، كان فيه طرب وموسيقى وشعر برضه تشجيع مواهب. المؤسسات دي كويسه في الحقيقه، بتتبنى مواهب كتيره وبتساعد الحكومه. يعني معاك استاذ محمود، يعني بعد هذه الخطوات المهمه في الحقيقه وهذا العرض المهم وتاثير الفن التشكيلي في المجتمع، وازاي ان هو يعني ربما يصل به الى نقاط مهمه جدا من الوعي وادراك ما نحن فيه او اللحظه حتى اللي بنعيشها في عمر الوطن. يعني هنا برايك دور الفن التشكيلي والمشاكل اللي بتقابله مع بعض، يعني ازاي الفن التشكيلي ممكن يغنينا عن مشكلات كثيره جدا فكريه حتى وعنف وكذا، والمشاكل اللي بيقابلها عشان يصل الى جمهور اكبر. في الحقيقه حضرتك الفن هو نبض المجتمع. يعني انا بعرف تقدم المجتمع من خلال فنونه. بشوف الفنون المزدهره، بعرف المجتمع ده مجتمع مزدهر. المجتمع المتقدم دايما بتلاقي حضرتك الفن فيه متقدم، وبتلاقي الناس على رأي المثل يقول لك ان نفسيتهم هاديه، مستريحين نفسيا. ليه؟ عنده اللوحه الفنيه بيشوفها وبيعيش معاها، بتطلعه من مشاكله. انا بعالج الناس دلوقتي عن طريق الفن. يعني بشوف اي حد عنده ظروف نفسيه معينه، لا انا بعالج عن طريق الفن باسلوب خاص في الحقيقه، بخليه يرسم، بعد اتناقش معاه في اللوحه اللي برسمها كده، بطلعه من الحاله اللي هو فيها لحاله ثانيه في الحقيقه، اللي هي حاله الهدوء النفسي، وحاله ان هو ازاي يتعايش مع نفسه، ازاي يتعايش مع المجتمع ومع البيئه. بالنسبه للفن تشكيل الوقت في الحقيقه، يعني انا في الحقيقه مش عايز اقول ان في تقصير من ناحيه الثقافه. انا ممكن اقول في يعني الثقافه ليها حدود معينه، او الوزاره ليها حدود معينه. وعندي زي ما قلت لحضرتك عدد الفنانين كتير دلوقتي
الكليات بتخرج لي كتير كل سنه. فدلوقتي يعني احنا كفنانين قدام بنحاول ان احنا زي ما اخدنا بنعطي دلوقتي ان احنا بنعمل زي ندوات فنون تشكيليه، بنعمل ورش عمل للفنانين بدون مقابل في الحقيقه، على اساس ان ارفع مستوى الفن التشكيلي في البلد. ويعني حضرتك لما بشوف انا اي حد بقول له اقعد ارسم، بحس ان هو مبسوط جدا، ان هو عايز يطلع حاجه من داخله، عايز يعبر عن احساسه. ما فيش حد دلوقتي قابلته الا ما عايز يرسم. فاحنا بنشجع العمليات في الحقيقه، ونحن بنوفر لهم كل الامكانيات حسب امكانياتنا احنا. وبعدين في عندي برضه مشكله كبيره في الحقيقه بواجهها دلوقتي، اللي هي مشكله الخامات وارتفاع اسعار الخامات. يعني عشان اجيب الوان دلوقتي ارتفعت اسعارها جدا جدا في الحقيقه، ما اصبحتش في متناول الجميع. وبعدين الاول مثلا كان عندي خامات البيئه بشتغل بيها، خامات البيئه عندي برضه دلوقتي اصبحت ضيقه عليا، للمنطقه الزراعيه اللي كنت باخد منها الخامات اساسا برضه ضاقت عليا دلوقتي. فخامات البيئه اصبحت عندي صعبه دلوقتي. يعني غير الاول كان عندي. طب اذا وقفنا عند يعني جزئيه الخامات دي، سواء هي من الخارج او هي موجوده في البيئه، المشكله من يستطيع انه يتعامل معها او يحلها؟ الوزاره في الحقيقه. الوزاره ازاي ان هي يعني تتعامل مع الدوله، ان هي تحاول يعني ان هي تخفض الجمارك او ما تفرضش جمارك على الخامات الفنون التشكيليه في الحقيقه، سواء اذا كان الالوان بمختلف انواعها، اذا كان الفرش، اذا كان سكاكين الرسم، الحاجات دي كلها، التوال. حضرتك التوال باسعاره مزعجه جدا دلوقتي. يعني التوال بعد ما كنت بجيب المتر كان عندي عرضه في 2 متر و20 سنتي، او في 2 متر و40 سنتي، او في متر و70 سنتي. دلوقتي بيبيعوا لي المتر متر في متر، بعد ما كنت باخد المتر بالعرض اللي هو العرضين والاكتر باخده بحدود 20-30 جنيه، انا باخد المتر في متر دلوقتي باكتر من 100 جنيه. فالوقت طبعا بيغالي علينا جدا. وبعدين الوقت احنا يعني بالنسبه للفنان يعني برضه ظروفه صعبه برضه، عشان عنده بيت عايز يعيش والكلام ده كله. مش معقول هيستقطع من فلوسه ويروح يجيب خامات عشان يرسم بيها ويعمل بيها. واحنا بنحاول نساعدهم بقدر الامكان، بس برضه لنا حدود في الحقيقه برضه يعني. نعم صحيح. ولنا امكانيات معينه. ايه من مشكلات اخرى غير الخامات يعني؟ انا عندي في الحقيقه مشكله الوقت اللي هي المعاصره في الحقيقه، وبقالنا فتره فيها ومش عارفين نحلها، اللي هي مشكله نقابه الفنون التشكيليه. احنا شايفين كل النقابات في الحقيقه بتدعم منسوبيها، سواء اذا كانت بتعمل لهم مستشفيات خاصه، اذا كانت بتعمل لهم مصايف، اذا كانت بتعمل لهم مساكن، مش عارف ايه، بتدعم في نواحي كتيره في الحقيقه، بترفع معاشاتهم. بلاقي نقابه الفنون التشكيليه في الحقيقه سلبيه في كل جميع هذه النواحي، وللاسف متربعين عليها جماعه معينه من عده سنوات، ومش عارفين نحركهم مكانهم، وقافلين كل شيء على النقابه، ومفيش تفاعل ما بين النقابه التشكيليين وبين الفنانين التشكيل ابدا. يعني عندنا النقابات المفروض تكون جاذبه، انا عندي نقابه الفنانين التشكيليين طارده غير جاذبه. ودي في الحقيقه ارجو اتكلمت قبل كده وكتير اتكلم قبل كده، ان برضه وزاره الثقافه تشوف موقف لنقابه الفنانين التشكيليين في الحقيقه، وتشوف الناس المتربعين عليها دول. الفن التشكيلي او المعارض او كذا يعني تؤتي بثمار او تاتي بعائد مالي مثلا، ده وارد ولا ما بيحصلش؟ الفن التشكيلي حضرتك يعني يمكن لو احنا اهتمينا بيه هيجيب لنا عائد مادي كويس جدا جدا، وعائد كويس جدا. اولا الفنان التشكيلي المفروض برضو النقابه تراعي الفنان التشكيلي. يعني عندي اللي هي تزيين الشوارع، تزيين المناطق، اعمل مناطق جديده، زخرفتها وتزيينها ووضعها على المستوى العالمي، وكل ده المفروض بس يبقى اشوف فنان التشكيل اللي عندي وبجمعه وبوزع عليه الاعمال دي. لا للاسف النقابه بعيده عن الموضوع ده خالص، وبعدين بلاقي ناس بعاد عن الفن التشكيل خالص هم القايمين من العمليات دي في الحقيقه. فحضرتك بدل ما احنا بنجمل، لا احنا بنعمل تلوث بصري معظم الاوقات. ما يبقاش هو الفن التشكيل موجود. ليه؟ اللي مسؤول في الحقيقه عن المكان ده بيروح يجيب حد يرشحه ليه، او يجيب حد معرفه او كذا وكذا، يشوف مجرد ان هو بيرسم يقول لك ده بيرسم كويس، في حين هو نفس الشخص اللي بيحكم عليه غير دارس فن التشكيلي. المفروض عندي في اساتذه كبار في الكليات، احنا عندنا فنانين على مستوى عالمي. ليه اسيب الفنانين دول واروح لناس يعني بعاد عن الفن خالص واخليهم هم اللي يعملوا الاعمال دي؟ المفروض الجا لكليات الفنون، المفروض الجا للنقابه، او النقابه هي اللي تجمع لي الناس دي كلها. المفروض عندي قطاع الفنون التشكيليه، قطاع الفنون التشكيليه المفروض هو المتولي الفن التشكيلي.
قطاع الفنون التشكيليه عنده برضه يعني التفاعل بتاعه مع الفنان برضه يعني على غير المستوى المطلوب في الحقيقه. نعم. خصوصا المعارض، يعني مثلا لما يكون في معارض فنون تشكيليه برضه عايز القطاع يهتم شويه ويهتم بالفنان التشكيلي الصاعد. طيب استاذ محمود، في الحقيقه يعني هاخد مجموعه رسائل او كلمه اخيره او رساله لمن وماذا تقول فيها يعني في هذه المناسبه او حتى عن الفن التشكيلي. انا عايز في الحقيقه في مدارسنا نربي عن طريق الفن. انا لما اربي الطفل عن طريق الفن ان انا بهذبه، بعلمه الذوق الفني، بعلمه ازاي نمط الكلام، ازاي يتناقش، ازاي يقدر يقعد ينظم ذاكرته، ازاي ينظم وقته، ازاي ينظم ملابسه، ازاي ينظم حديثه مع الكبير، ازاي يعني مثلا ازاي يتعامل مع المجتمع والبيئه اللي هو عايش فيها. كل دي فن. فانا عايز اربي عن طريق الفن في الحقيقه. نعم. انما اجي في المدارس ابقى استبعد الفن التشكيلي او حصه الرسم دي، بالعكس ده حصه ذوق فني. بعلمه ازاي يتذوق، بربيه فنيا. وبرضه لازم برضه الناحيه برضه ازاي اربيه رياضيا. دي برضه مهمه برضه جدا. نتمنى ده ان شاء الله. النهارده كان الاحتفال بعيد العلم، ونتمنى ان شاء الله في تغيير يعني التعامل مع التعليم ان شاء الله نجد هذه المساحات نتعلم ونستمتع ويعني يبقى يؤخذ في الاعتبار هذا في فكره مساحه الاهتمامات والهوايات ورياضاتنا. حضرتك في شعوب العالم كلها الوقت شعوب متقدمه اهم حاجه عندهم العامل اللي هو ازاي يربي الطفل تربيه فنيه. يعني لما يجيب له شويه مكعبات وشويه ادوات فنيه والحاجات دي ويحطها قدامه ويخليه يفكر فيها ازاي يشكل بيها، ازاي يطلع حاجه جديده. دي هتعلمه حاجات كتير جدا، هتعلمه ازاي يبتكر وازاي يخترع. نعم. شكرا جزيلا الاستاذ محمود الببلاوي الفنان التشكيلي والناقد، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بشكر لحضراتكم حسن المتابعه. مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفصل تاتيكم الزميله مروه عبد العليم والنماذج الطلابيه ودورها في الجامعه في حدوته مصريه. حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. القاهرة الفاطمية، أو كما يقولون بنت المعز الفاطمي. نفتح صفحات جديدة على عالمها وأسرارها وأبوابها، جميلة ورائعة وخلابة، تفتح ذراعيها إلى كل من يريد زيارتها، وتفتح أبوابها إلى كل من طلب الدخول إليها، فقد ضمت بين جوانبها العديد من الحضارات القبطية والفرعونية والإسلامية. فقد كانت القاهرة هي مسكن الأمراء والملوك، فلم تكن تفتح أبوابها